اكيد كلنا فاكرين النجوم اللي بتتصدر الافيشات اللي وشوشهم في كل الاعلانات. طب ايه رايكم بقى في النجوم اللي بيمثلوا بصدق وبيخلونا نصدق اي دور بس عمرهم ما خدوا فرصتهم اللي يستحقوها؟ النهارده في حلقتنا في حكاوي سقراط قررنا نسلط الضوء عليهم لانهم فعلا يستحقوا يبقوا في الصف الاول ومن زمان. ممثلين عندهم موهبه تخض، بيخطفوا الكاميرا من اول مشهد لكنهم لسه مستنيين الفرصه الكبيره. ليه؟ اهو ده اللي هنعرفه دلوقتي. اسافر بره، عايز اروح اي حته اي حته، ان شاء الله حتى جهنم. لو تقدر تسفرني سفرني احسن بيه. عبد الرحمن السنه دي كان راجل قتال قتله، وواضح ان هو قتال قتله. انا ماليش صالح ومعرفش حاجه عن الموضوع ده. مش عايز فلوسكم الوسخه دي، انا هرجع لكم ال 10000 جنيه اللي خدتهم. انت ازاي تعمل فيا كده؟ عايز تقنعني انك ما كنتش تعرف القرف اللي هم بيعملوه؟ نبدأ بأحمد عزمي. وأحمد عزمي أنا شخصياً شهادتي فيه مجروحة لأنه صديقي وأخويا وزميلي وعشرة عمر، واحد من أنظف الممثلين اللي ممكن تشوفهم في حياتك. أحمد عزمي بدأ من وهو طفل، كان بيكتب شعر ويراسل برامج الأطفال، ابتدى من أيام قبل فضيلة لغاية ما قابل أنعام الجريتلي واللي عرفته على التلفزيون، وبعدها كبر في التلفزيون لغاية ما دخل معهد الفنون المسرحية. يعني موهبة ودراسة. شارك في أعمال كتير ووقف قدام فطاحل، وقف قدام يحيى الفخراني يا جماعة في عباس الأبيض، وساعتها اعتبر ان يحيى الفخراني هو الاب الروحي ليه. ومع ذلك احمد لحد النهارده ما خدش البطوله المطلقه اللي تليق فعلا بموهبته. هل هي ظروف ولا الصناعه؟ الله اعلم، لكن الاكيد انه يستحق اكتر من كده بكتير. مؤخرا ظهر في اعمال قويه جدا وبدا فعلا يورينا يعني ايه موهبه تستحق. لا مفيش حاجه، ده في حاجات. عمري ما شكيت فيك اللحظه. انت خايفه كده ليه؟ خوفك ده بيأكد كلامي. أنا مش بحاسبك على أي حاجة حصلت قبل الجواز، بس بصيتك للراجل ده بس عمرك ما بصيتها لي يا ملك. لا خالص مفيش تعب ولا حاجة. انتوا شوفوا بس هتشربوا ايه لحد ما ولاد تخلص البشاميل. البشاميل دي معموله لك مخصوص. شفت انت غالي عندنا ازاي؟ يا سلام. هي دي حاجة تتنسي؟ دي كانت أحلى أيام يا بدر. واضح إنكم اخترتوا خلاص. مستر رامي تقريبا اختار. انتوا كنتوا كلمتوني عشان أجي أعمل انترفيو. حمزة العيلي وش مألوف وأداء مميز جدا. يمكن سمعت اسم حمزة كتير جدا وأكيد شفته أكتر من مرة لأنه بدأ في المسرح في الجامعة واشتغل في الثقافة الجماهيرية كتير ولف بقى على كل المسارح ودرس كمان في مركز الإبداع لسنين طويلة واختاروا شريف عرفة لفيلم إكس لارج. حمزة مش بس ممثل، ده ممثل فاهم هو بيعمل إيه، بس برغم كل ده هو لسه ما أخدش المساحة اللي يستحقها. يمكن بقى مستني المخرج اللي يراهن عليه، ويمكن مستني الدور اللي يطلع كل اللي جواه. تعبانة؟ انت تعبانة ولا خايفة؟ يعني انت مش قادرة تخرجي من هنا ولا مش عاوزة تخرجي من هنا؟ انا مش جاي اتكلم في اللي حصل ومش عايز افتح الموضوع ده تاني اصلا. بقول لك ايه حضرتك، نوع زميلتي وانا عارفها كويس. نوع ما بتتعبش كده، نوع تغلط تقع ماشي، تيجي على نفسها ده على طول، لكن تتعب لا. يا عم اسماعيل كفايه عنده ومكبره مع ربنا. بالله عليك يا عم اسماعيل، محدش بينازع ربنا في ملكه، وانت يعني لا مؤاخذه والله مهما حاولت تحمي ابنك من عيب هتعرف تحميه من ربنا. محمد علي رزق الممثل اللي عنده كل حاجة من أول ما ظهر، ومحمد علي رزق عنده حاجة بتشدك، حضوره مميز جدا، تنوع واضح جدا في أدواره. شارك في الحرب العالمية الثالثة وفي لمع القط، وعمل دراما وكوميديا، خريج كلية الآداب قسم مسرح، بس واضح إنه عنده موهبة فطرية كمان. وبرضه أنا شايف إنه ما خدش حقه ولا خد الدور اللي يليق بيه كنجم صف أول. مستنيين بقى اللحظة اللي حد يشوفه فيها صح ويقول له يلا البطولة ليك. يا أستاذ مش عشان أنت واقف بس مفيش أشر منك. بقول لك إيه، اطلع من دماغي بقى ما تصدعنيش. ألف سلام عليك يا توتو. أصل قلبها ضعيف. انت متأكد ان هي لسه فيها بعدين؟ استخبى استخبى، بس خليك فاكر محدش بيستخبى من قدره. قلبك موجوع على بنتك اللي راحت منك، أنا قلبي بيتوجع على بنت اللي هتروح مني.
محمد جمعة، الراجل اللي يشيل أي دور صعب كأنه لعبة. بدأ بأدوار صغيرة جدا بس موهبته خلته يلمع لغاية بقى ما شفناه في الوصية وسيدنا السيد. عنده كاريزما تقيلة جدا وصوت مش ممكن تنساه، بس دايما أدواره مش على قد موهبته. لحد إمتى بقى الراجل ده يستاهل دور بطولة، يستاهل إنه يثبت إنه ممثل من العيار التقيل. أنا ظبطت كل حاجة، قلت للجزارين لحمة الناس لوحدها ولحمة البيت لوحدها، خليتهم يقسموها في أكياس، الفلتوهات على جنب والفخد على جنب. آخر تهريبة ولا حتى فلوس دخلت عن طريقك ولا عن طريق الأستاذ لعيلة أبو عصاية ولا حاجة. أنا اللي بعمل كل حاجة، أنا اللي شارب المر وساكت، وكل ده ليه؟ عشان أخوي وحبيبي كبرنا. أحمد فهيم، الممثل اللي بيتحول قدام الكاميرا. أحمد فهيم عنده ميزة نادرة جدا، بيخش في أي شخصية ويخليك تصدق إنه هو فعلا الشخص. شفناه في ولد الغلابة والبرنس، ودايما بيورينا أداء بيلفت النظر حتى لو الدور صغير. واحد من الناس اللي تستاهل فعلا مساحات أكبر لأنه بصراحة مش بيكرر نفسه. نفسي بقى تفهمني أنا وتحس بي. أنا ما اتجوزتكش عشان البكاوية، ولا اتجوزتك علشان انت ملك السوق، ولا علشان الحب. انا اتجوزتك علشان احس بالامان. اي حنان، انا في القطر. لا يا ستي ما لمحتوش. بعد اللي حصل لتيمور كل حياتنا اتلخبطت. الدور جاي على مين؟ مها نصار، موهبة شابة ومستنية الفرصة الذهبية. مها ممثلة واعدة جدا، بدأت مسيرتها الفنية كراقصة باليه وعارضة أزياء، وبعد كده راحت للتمثيل بخطوات ثابتة وأداء رصين. اتميزت برقة أدائها وملامحها الشرقية وقدرتها على تقديم أدوار متنوعة ما بين الرومانسية والتراجيديا، وقدرت إنها تسيب بصمة واضحة رغم إن الأدوار اللي اشتغلتها كانت في الغالب أدوار صغيرة، لكن في كل مرة كانت بتلفت الانتباه. وأكيد مها في انتظار دور قوي أو مخرج يغامر بإنه يديها مساحة حقيقية تبين لنا فيها إمكانياتها بعيدا بقى عن الأدوار الصغيرة. ده الواد رضا كوافير، هو كان جالي وكان مستعجل عشان عايز يروح يلحق الماتش، فجالي الساعة 2 الظهر ومشي الساعة 9 بالليل. رضا عبد الشافي، رضا متولي، شاهين سعيد. يعني أنا مش عايزة اللي في بطني ده يتولد من غير أب. حضرتك أنا غلطت. يعني انت متجوزة بس والله العظيم ساعة شيطان. ربنا يسامحني بقى، استغفر الله العظيم. اللهم ذكرني. حامد فتحي الباب، احمد عمر ابو دمى، احمد عبد الله السيد. ثواني بالراحه. احمد السيد متولي، نبيل عبد الجليل، محمود علي. خلصتي؟ قربت. وكان اسمه ايه ده؟ وليد واسماعيل البنداري. فدوى عابد، ممثلة مصرية بتتميز بموهبة فنية مرعبة. هي ممثلة وستاند اب كوميديان وفنانة تشكيلية، اتخرجت من كلية التربية الفنية، وده يدل على خلفيتها الفنية المتنوعة. شاركت في كتير من الأعمال الفنية وقدمت أدوار مهما كانت صغيرة لكن فعلا كانت مميزة. فدوى تستحق إنها تاخد فرص أكبر وأدوار أكبر وبطولات تبين لنا موهبتها الحقيقية. ده كفاية اللهم ذكرني. وفي النهاية كل الأسماء اللي اتكلمنا عنها النهاردة عندهم شيء مش عند كتير، موهبة صافية وأداء حقيقي وحب واضح للفن مش للشهرة. يمكن الأضواء لسه ما وصلتهمش بنفس القوة اللي يستحقوها، لكن ده مش معناها إنهم أقل من غيرهم. بالعكس، كتير منهم شالوا أدوار وكانوا سبب في نجاحها. والسؤال اللي لازم نطرحه، إمتى الصناعة هتبدأ تراهن على الموهبة مش على عدد الفولورز؟ وإمتى الجمهور يدي فرصة حقيقية للفنان اللي بيمثل علشان التمثيل مش علشان الترند؟ سلام يا أبطال.